يا صباح الفل وصباح السعادة هو صباح الهنا. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا يا بنات. من الفيديو اللي فات فيديو جديد ان شاء الله، وفيديو روتين اول يوم العيد. طبعا بينزل متأخر ليه يا رشا؟ لان على ما بنصور يا بنات ونمنتج فبينزل بعدها تاني يوم على طول، وانا بقول لكم الفيديو ده بتاعي. تمام. الفيديو النهارده حلو ان شاء الله، تخرجي منه مستفيدة. ويلا نصلي على الحبيب علشان قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلي وأصحابك أجمعين. لو أول مرة بتشوفيني، أنا أختك رشا ودي قناتي. فضلا منك وليس أمرا، حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي. النهاردة بقى هنعمل أحلى صينية رقاق فلاحي كده باللحمة المفرومة والسمنة البلدي، وكمان هنعمل فتة مصراوي. بصوا بقى في اختلاف شوية في الفتة، بس يلا بينا كده ندخل على الفيديو بتاعنا كده، وحطي لايك لاختك كده. وانا عايزة اقول لكم ان احنا خلاص بقى يعني ايه، داخلين على 7000، وحلمي بقى يلا عايزة اوصل لل10. ودايما كده يا رب مع بعض في الزيادة، فعشان خاطري كده ما تنسوش تحطوا اللايك على الفيديو. تمام، وكومنت حلو كده من قلبكم ولكم بالمثل. هنزل بقى هنا كده معايا لحمه موزه ومعايا لحمه قطع. هنزل باللحمه في الحله. حط الاول معلقه من السمنه البلدي وجربي كده تشوحي اللحمه بالسمنه البلدي. الله الله الله، ريحه وطعم وجمال وشوربه. يعني عايزه اقول لكم بجد، اللي ما بيشربش الشوربه هيبدا يشربها. تمام. هنزل كده بقى ايه بعد السمنه ما قدحت معايا وسخنت قوي، هنزل باللحمه بتاعتي كده اديها صدمه، وما تقلبيش دلوقتي خالص. هنزل برشه من الفلفل الاسود، وبعد كده رشه بسيطه جدا جدا من الملح، وهسيبها تاخد الصدمه بتاعتها، وبعد كده اقلبها على الناحيه التانية. خلاص. وهبدا بقى ايه اشوح فيها، بس ما تشوحيهاش زي ما قلت لك غير لما تاخد الصدمه بتاعتها علشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. طبعا يا بنات، يعني في ناس بتقول انتوا بتنزلوا الفيديوهات متأخرة. بصوا احنا مثلا يوم الوقفة بنصوره يوم الوقفة، فبنضطر ان احنا ننزله يوم العيد الصبح. إيه، طبعا تصوير يوم العيد اول يوم العيد طبيعي هينزل تاني يوم. على ما بنصور وبنمنتج والفيديو بيحمل، الفيديو بياخد وقت طويل جدا على ما بيحمل، ممكن ياخد لك 3 4 ساعات في التحميل. خلاص. فطبعا ده بيبقى غصب عننا والله يا بنات، احنا نفسنا ننزل لكم كل حاجه في وقتها. يا اما احنا مثلا هنبقى من قبل العيد بنحضر في فيديوهات زي كده. خلاص. وانا والله كنت محضره اصلا قبل العيد فيديوهات زي كده، بس تليفوني طبعا قدر الله وما شاء فعل، تليفوني اتسرق مني. فكل اللي على التليفون ضاع مني لاني ما كنتش محملاه. كانت لسه فيديوهات هتتمنتج وتنزل، فقدر الله ما شاء فعل، ماليش نصيب فيها. هنزل بقى هنا طماطم وجزر وبصل وورق لورا وايه. وانا نزلت قبليها بالفلفل الاسود. عندك حبهان حطي، بس ما تكتريش عشان بيغير طعم الشوربه. خلاص. عندك مستكه برضه حطي وما تكتريش عشان بتغير طعم الشوربه. هشوح بقى زي ما انت شايفه كده، واول ما لونها يتغير هبدا انزل عليها بالميه اغطيها واسيبها بقى تستوي. ونشوف هنكمل ونعمل ايه. عايزه اقول لكم ساعه ما كنت بغرف الاكل بعدين بقول لولادي ايه، انتوا عايزينها متحمره؟ قالوا لي اللي تشوفيه يا ماما. قلت لهم يبقى مسلوقه. انا لسه هقف احمر وطرطش السمنه وموال يا جدعان، موال. فانا استسهلت بصراحه. المهم نزلت هنا بالشوربه بتاعتي. بصي اصلا وش الشوربه عامل ازاي، بيلمع ازاي من السمنه، تحفه بجد. السمنه بتديها طعم حلو قوي، غير الريحه بقى ما اقولكوش، بتودينا في حته تانية خالص. تقليبه كده بقى ايه، وابدا بقى اغطيها واسيبها بقى ايه مع نفسها. صليتوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. وحطيتي لاختك اللايك، حطي اللايك، حطي اللايك يا ست الكل، مش بيكلفك حاجه. طاسه كده نسيبها تسخن شويه، وبعد كده ننزل عليها بمعلقه سمنه كبيره وتقطع خالص، وبعدين ننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. هنعمل احلى صينيه رقاق باللحمه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا اول مره اعملها في حياتي والله يا بنات، اول مره اعمل صينيه الرقاق باللحمه في حياتي. انا بعمل جلاش بالبسطرمه، جلاش بالصدق، لكن رقاق باللحمه او باي حاجه تانية لا، انا عمري ما عملته. فانا قلت بقى ايه، انا هجرب اعمله عشان الولاد عايزه تاكل رقاق. انا متعوده باكله عند ماما في العيد، او لما ولادي بيحبوا عايزين يا ماما رقاق باللحمه، بيحبوها عن الجلاش كمان. بروح لماما واقول لها يا ماما اعملي لنا رقاق. هما بيروحوا يا تيتا اعملي لنا رقاق. فانا المره دي بقى قلت لا والله، والله ما يحصل. يعني العيال تطلب وانا ما لبيش، لا طبعا. رحت جايبه رقاق
الكيلو يا بنات منه ب60 جنيه. بس عايزه اقول لكم هو جميل، مش من الرقاق الخفيف قوي اللي يعجن منك، ومش من الرقاق التخين اللي يبقى ناشف ومحتاج ان هو يتبل كتير يعني. لا حلو الرقاق الفلاحي، انا بحبه عن الرقاق بتاع المكن المربع ده اللي بيتجاب متغلف. انا بحب الفلاحي بصراحه، فكنت جايبه كيلو منه. طبعا اللي شفتوه قدامكم ده مش كيلو، لا ده اتاكل منه، ولادي بقوا ياكلوه بالجبنه، طعمه بيبقى حلو جدا جدا. وبيفتتوا منه باللبن، ابني بيحبه جدا مفتت كده زي القطط يعني. فبألف هنا والشفا يا رب، فهم بيعشقوه حتى في العادي يعني. المهم نزلت بقى كده باللحمه، خدت صدمه، بعد كده قلبتها، بعد كده حطيت عليها البصل المتحمر. هو ده بقى وقت البصل اللي احنا مفرزينه ليه يا رشا؟ انت فريد لسه هتطلعي كبه وتفرمي وهو واقفه في المطبخ، لا حاجتك لما تكون جاهزه خالص وقت في المطبخ، مش هتزهقي، مش هتملي من الكركبه اللي حواليكي، كل حاجه معاكي جاهزه. هنشوف الشوربه بتاعتنا، ولو في كده حاجه على وش الشوربه هنبدا نشيلها كده زي ما انتم شايفين. تمام. تمام. دي لحمه بلدي عاديه يا بنات، من الفخده ومن الموزه، لان انا عندي في فريق بياكل من الفخده وفريق بياكل من الموزه. فسلقت الاتنين مع بعض، والاتنين اخدوا سوا واحد، مفيش حاجه انهارت عن التانيه او حاجه استوت وحاجه لا. تمام. هنا بقى ايه، شلت خلاص اي حاجه على الوش، وهبدا بقى اغطيها كده واسيبها تستوي مع نفسها. وكمان اللحمه المفرومه بتاعتنا استوت. غاليين اللبن للتست. طب يا رشا الفته بتتعمل برز ابيض. بصي يا ست الكل، انا ولادي مش بيحبوا الرز الابيض، فانا لازم اعمل الحاجه اللي ولادي بيحبوها، مش الحاجه المطلوبه. يعني ماشي، هو احنا بس الرز الابيض اللي في الحله بناكلوه مع السمك المشوي، اكتر من كده لا، اكتر من كده انا مش بعمله. غير كده لا. فاحنا في اكلات اللحوم الفراخ يا اما رز بشعريه يا اما رز معمر. فانا طبعا في الفته هبقى هعمل رز معمر. وعايزه اقول لكم جربوا، جربي انك انت تعملي الرز المعمر مش الابيض بتاع الحله، حاجه تانية خالص، طعم تاني خالص مع الفته، بتوديكي في حته تانية. هنا بقى كانت الخناقه العالميه بتاعتي انا وجوزي كل عيد اضحى. هو يقول لي انا عايز فته مصراوي، وانا اقول له انا عايزه فته اسكندراني. فطبعا انا بكسل اعمل طبقين، فبعمل ايه بقى؟ بعمل هو طبق واحد، وانا مش انا بحبها عادي اكلها. بس عارفين انتوا الفته اللي هو بيحب المصراوي اللي هي بالصلصه، وانا بحب الاسكندراني اللي هي صلصه وثوم. بس انا بحب الاسكندر يعني الفته الاسكندراني اللي هي بالثوم والخل بس. تمام. قلت له خلاص هنتفق اتفاق. قال لي قولي. قال لي قولي يمه العريف قال لي كده. فالمهم قلت له خلاص، يوم نعمل فته مصراوي ويوم نعمل فته اسكندراني، يبقى رضينا الطرفين، ما كده انا ابقى ما اتظلمتش يعني. قال لي ايه طب وعيالي؟ قلت لهم لا، عيالي ما بتاكلش الفته اصلا، بعمل لهم ايه طبق رز وخلاص. خلاص. هنا بقى ايه، حطيت الرز بتاعي، حطيت اللبن بتاعي عليه كوبايه من الميه، عليه ملح وفلفل، وقلبته كويس. في ناس مش بتحط للرز المعمر فلفل اسود، بس بجد بجد جربي، بيدي الرز طعم تاني خالص وجمال ومفلفل وحلو كده. حسقي بالسمنه، حابه تحطي السمنه دلوقتي حطي، مش حابه اما الرز يتشرب معاكي تقدري انك انت تحطي السمنه. كان البرطمان بتاع السمنه بقى خلاص كده فضي، هملاه تاني. يعني انا مش بحب احط قدامي البرطمان الكبير، بحب لما البرطمان الصغنن ده يفضى. سهل، سهل ان انا استخدمه يعني عن الكبير كل شويه اقعد عن ده يعني. فبملاه وارجع التاني مكانه، عشان ده ازازه خفيف يا بنات، ممكن يتخبط مني، ممكن حاجه. فقلت لا خلاص، انا ايه هطلع املى البرطمان الصغير ده، كل ما يفضى املاه، كل ما يفضى املاه، وكده احسن لي يعني. صليت بينا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. عامله بقى كده برطمان السمنه. عايزه اقول لكم من الجو الحر السمنه سايحه جدا، من حراره كمان المطبخ، وعلى الجو اللي احنا فيه ده السمنه مش بتتماسك غير في التلاجة، وانا التلاجة في الاوضه التانية، هفضل رايحه جايه، فبملى بقى البرطمان ده جنبي وخلاص، استخدمها سايبه. المهم ايه، هنا بقى الشوربه بتاعتنا كده بقت حلوه، ينفع تتشرب. هاخد منها شويه بقى ايه للرقاق، لقيت نزلت على ايدي سخنه، قلت اتلم وامسك بالفوطه يعني. هاخد بقى شويه شوربه كده للرقاق للرقاق، وهحط عليها كوبايه من اللبن. عايزه اقول لك كوبايه اللبن مع الشوربه بتفرق. اول حاجه هتطري معاكي الرقاق، احط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. ماشي، هقلبه كويس جدا، احط شويه فلفل اسود، هظبط الملح بتاعي.
لان الشوربه لسه انا ما حطيتش فيها ملح. وهقلب كويس جدا اللهم صل على سيدنا محمد. هنزل بكوبايه اللبن على الشوربه، وكل ما تبرد، كل ما الشوربه تبرد اسخنها بكبشه شوربه او احطها على النار اللي يريحك. انا كنت بسخنها بكبشه شوربه، يعني انا مش عايزاها بتغلي، انا عايزاها دافيه حلوه كده يعني سخنه. تمام. هنزل كمان بمعلقه من السمنه البلدي. وخدوا بالكم انا نزلت في الشوربه بالسمنه البلدي ليه؟ اول حاجه معلقه السمنه البلدي دي، الشوربه اصلا فيها سمنه، انا مشوحه اللحمه بسمنه. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، المفروض ان انا مثلا هحط من كل رقاقه والتانيه معلقه سمنه، لا انا اختصرت. بدل ما اهدر في السمنه بتاعتي واحط من كل رقاقه سمنه، لا انا حطيت في الشوربه نفسها السمنه وهبل بيها الرقاق، وبعد كده ارص في الصينيه بتاعتي. فانا مش محتاجه ان انا احط بين كل رق ورق سمنه واهدر في السمنه بتاعتي. خلاص هحط في قعر الصينيه من تحت بتاعتي، ايا كانت صينيتك مدوره أو مطوله. انا حبيت ان انا اعمل في المطوله دي. هرص الرقاق بتاعي زي ما انت شايفه كده كام طبقه، وبعدين انزل باللحمه المفرومه، وبعدين احط فوقيه عدد الطبقات اللي انت حبيها بقى. عايزاه كتير رقاق حطي، عايزاه شويه رقاق، انت حسب السمك اللي انت حابه فيه الرقاق بتاعك. تمام. انا عملته متوسط، يعني مش ولا هو كتير قوي احسش بطعم اللحمه فيه، ولا هو رقيق قوي يتحرق مني. خلاص. اخد قد ايه في الفرن؟ 5 دقايق، مش اكتر من 5 دقايق. هو هو اصلا يعني يا دوبك بياخد لون، اللحمه مستويه والرقاق بتاعنا بس اللي بياخد لون. خلاص. الرقاق ناشف يا رشا، مش ناشف خالص، وهتشوفيه وهو بيتقطع. ما انت لو بليتي الرقاق قوي لدرجه انك انت خليتيه طري كده في ايدك هيعجن منك. فاحنا لا، احنا يعني لازم الرقاقه تبقى ناشفه معاكي وانت بترصيها، مش طريه خالص، علشان وانت بتاكليها كده ما تحسيش ان هي معجنه معاكي زي العيش مثلا. فهمتوني؟ هرص بقى، هبل بقى الرقاق كده من قدام ومن ورا، من على الوشين يعني، كويس جدا. وهبدأ بقى ارصه زي ما انت عايزه. هتقولي بيتكسر، يتكسر، انت لما تيجي تقطعيه مش هتحسي بالرقاق المتكسر معاكي ده خالص، وهتلاقيه كله حته واحده. خلاص. ما انت صعب ان انت تجيبي يعني صينيه على قد الرقاقه بتاعتك، يعني كل رقاقه اجيب لها صينيه اجيب لها صينيه منين يا جدعان؟ ما نزلتش صليت العيد. عايزه اقول لكم متضايقه من الموضوع ده والله العظيم. نمت كده وما حسيتش باي حاجه. ربنا ما يوريك كل واحد لما يبقى مرهق وتعبان عامل ازاي. فنمت ما حسيتش بحاجه غير وولادي راجعين وكده، ويا ماما ما نزلتيش ومش وبنتي بقى قالت امان اروح ابات عند تيتا، يعني عشان انا عارفه ماما انت ممكن تكسلي وتكسليني معاكي، بس انا والله متعوده بنزل اصلي العيد. كان في تخطيطات كتيره جدا للعيد ده، بس ضياع التليفون بتاعي خلى كل حاجة اتلخبطت. يعني كان يستنى يا ستي بعد العيد وسرقوا كنت خلصت شغلي. يلا هو ربنا سبحانه وتعالى مش رايد، و يعني ربنا ما بيديش حاجة وحشة، واكيد في سبب ان التليفون ده يقع مني او يتسرق مني. بس والله العظيم هو في اسباب، والاسباب ان محدش سايب حد في حاله. هتقولي ده حته التليفون ده غالي والله. وغير كده اصلا يعني انا ما بشتريش تليفون جديد يعني والله العظيم يا جدعان. يعني جت بنتي نجحت في الثانويه العامه، اخدت تليفونها وجبت لها تليفون جديد، وتليفونها كان جديد ما كانش قديم. بس انا حبيت اجدد لها، بدل ما كان تليفوني اصلا خلاص في الضياع وفي التصوير مش حلو، فقلت لها خلاص بدل ما اجيب لي نفسي جديد هاخد بتاعك واديك الجديد اللي انا لسه هجيبه. تمام. قالت لي خلاص يا ماما. ف... فاهميني اللي هو يلا، هو الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. انا زعلت وعيطت واتضايقت ان آم، يعني التليفون بتاعي ضاع، وانا عمري ما ضاع مني تليفون والله. بس كنت ببوظ تليفونات، كانت تليفونات تبوظ مني، بس انتوا عارفين الحاجه لما تبقوا عارفين مصدرها راحت فين، باظت اتكسرت كده، بس انتوا عارفين. لكن لما يبقى تليفون اتاخد وترني على صاحب اللي سرق منك التليفون، يعني هو التليفون وقع مني الاول وانا في شغلي التليفون وقع. تمام. فالتليفون لما وقع مني هو ما اتسرقش من جيبي، هو وقع مني. فاما اكتشفت ان التليفون وقع قعدت ارن عليه، اداني جرس. تمام. اما اداني جرس حد لقاه، اداني 3 مرات جرس، وتقريبا محدش لقاه غير بعد ما سمع الجرس.
فبعد 3 مرات من الجرس التليفون بتاعي اتقفل، وكل شويه يفتحوا ويقفلوا، يفتحوا ارن عليه يقفلوا. بعتنا رساله ان التليفون ده وقع، ما قلناش مسروق، التليفون ده وقع واللي يلاقيه هنديله 2000 جنيه. مفيش فايده التليفون، احنا عملنا حاجه فيه خليناه اتقفل، اداله شاشه سودا. فلما اداله شاشه سودا اما يجي يفتحه هيجيله الرساله بتاعتنا بس. طيب انت كده مش هتستفيد بيه حاجه، يعني انت مش هتستفيد بالتليفون حاجه، وانا لو معايا العلبه كنت رجعته. في محامي بيرجعه بياخد 2000 جنيه، فانا كنت هدي اللي خدوا 2000 جنيه بدل ما المحامي وشغل لف في الاسم والكلام ده كله. فجوزي قال لي خلاص تعوضي ربنا، لو ربنا رايد ان التليفون يرجع هيرجع، لو بعد ايه مش رايد فخلاص. بس والتليفون بتاعي راح وقدر الله ما شاء فعل. زعلت شويه بس والله الحمد لله انا راضيه، ده فدا عيالي وفدا جوزي بيمشوا على طريق وسفر، فربنا اكيد خفف حاجه كانت هتحصل. فقدر الله ما شاء فعل. الرقاق بتاعي طلع، وعايزه اقول لك والله التصوير ظلمه، معرفتش اطلعه بصراحه بالسبتيوله دي، فقلت بقى هطلعه بايديا كده. عملت الفته. اولا نسيت اجيب اصلا عيش الفته. عملت ايه يا رشا؟ كان عندي عيش في الفريزر، حمصته في الفرن، بس للاسف كان العيش المفروض اللي هو بتاعنا العادي بتاع البطاقه ده، فلو كنت حطيت عليه شوربه كان هيعجن. فانا حمصته ورحت حطه في قعر الطبق، ورحت حط عليه الرز بتاعنا، والرز كان جميل ومفلفل وطعمه تحفه. وحطيت عليه الرز، وبعد كده هحط عليه بقى التومه بالصلصه اللي احنا اتفقنا ان احنا بنعملها مصراوي. تمام. انا حاطه التومه طبعا تتحمر على النار. صينية الرقاق اللهم بارك حلوة، يعني تكفي 4 أشخاص و5 كمان. عايزة أقول لكم يعني الأكل ما شاء الله اللهم بارك. اتبقى شوية رز في البرام، واتبقى 3 قطع من الرقاق، وطبق الفتة طبعا نسفت أنا وجوزي والولاد بياكلوا رز عادي. خلاص هنا بقى هحمر التومه بتاعتنا لغايه ما تاخد اللون الذهبي. بصي كل ما تدي التومه اللون الذهبي الحلو بتاعها شمي ريحتها وطعمها بتبقى حلو، ومش بتبان، يعني مش بتعمل لك، مش بتوجع لو حد عنده قولون، مش بتتعبه. حمري بس التومه بتاعتك كويس جدا، هحمرها لغايه اللون الذهبي، وانزل عليها بالخل بتاعنا. والله على الريحه والجمال يا ولاد الله. انا بقى بحب اشرب الشوربه بالثوم، فهتاخد غلوه كده زي ما انت شايفه، وهاخد شويه من التومه دي كده في البوله دي كده زي ما انت شايفه كده. هخليها على جنب علشان ازود البوله دي شوربه، وبحب اشربها كده جدا، واكلها مع الفته كده. فوانا قاعده بقى ايه، هديها كده كبشه شوربه وخلاص. وانا قاعده كده فجوزي بيقول لي هو انت عامله شوربه بالثوم؟ قلت له اه. قال لي طب ما عملتليش ليه؟ قلت له ما انت ما بتشربهاش. قال لي لا انا عايز. فقلت له طب هات. رحت حاطه له حبه من البوله بتاعتي، فدي مع دي ادوا الطعم يعني. هغرف بقى كده الشوربه بتاعتنا. طبعا مفيش طبيخ ولا في الكلام ده خالص، انا مش حابه. هو اول يوم العيد كده يا جماعه فته وشوربه ورقاق. مش حابين رقاق اول يوم العيد، فبيبقى تاني يوم العيد اللي يريحكم يعني. المهم سلقنا اللحمه بتاعتنا وخلصنا الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، ونغرف بقى الاكل مع بعض. والله على الريحه والجمال والطعم بجد يا بنات، تسلم ايديا وايديكم يعني. عشان انا يعني قولوا لي بقى، قولوا لي اول يوم العيد، اكتبي لي كده في الكومنتات اول يوم العيد عملتي اكل ايه، و عملتي فتة اسكندراني ولا فتة مصراوي. هنا بقى الصلصة بتاعتنا اللي بالثوم كانت اتسبكت معايا، فهنزل على وش الرز بتاعي كده الفته بتاعتي، واحلى طبق فته في الدنيا اتمسح. كنا عايزين كمان طبق يا جدعان، مش بحب اكتر كتير يعني، لو عوزنا ماشي، لكن يتبقى بتترمى بصراحه، لان لو باتت مش هتتاكل الفته، والرز هيبدا يعجن معاكي. صح كده. هنا بقى خلاص وصلت معاكم لنهاية الفيديو. بحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتي منه ولو بحاجة بسيطة جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعي تنسي تحطي اللايك، حطي اللايك.